غريب شحال كان يا ما كان في قديم الزمان. يا سيادي، هذا جحا عجن عجينة وقطع حبات صغار، ومشى للسوق وحط طبلة وبدا يبيع ويقول: ها حب الفهامة، ها حب الفهامة والذكاء، ها حب النباهة والفطنة. اللي داز عندو كيقول ليه اللي كلا من هاد الحبات كيولي ذكي ويفهم كل شي. الناس غرهم كلامو وشراو من عنده شلا حبات، لكن حالتهم ما تغيراتش وبقات كما هي. في يوم من الايام داز عند شحا واحد الشاب ذكي، شرا حبة من حبوب الفهامة كلاها، حاول يعرف باش مصاوبة ما قدرش. شرا حبة اخرى وكلاها، ما عرفش عيا ما يدور في عينيه ويذوق بلسان، تا حاجة ما بانت ليه. شرا الثالثة والرابعة وحتى الخامسة، وملي كلا الحبة السابعة عرف باش مصاوبها. الشاب بقى كيغوت ويقول: ايه عرفت باش مصاوبة يا كاجحة، ما حشمتيش تبيع للناس عجينة فيها العطرية وتقول للناس هذه حبة الفهامة؟ ضحك جحا وقال: صراحة هاد الحبات كتخلي لي كلاها يفهم ويخدم عقله، والدليل هو انت راه كليتي السبعة وليتي نبيه وذكي ودا تفهم. ايه ها انت فهمتي. وبقى شحال يضحك. الشاب بقى فيه الحال وقال مع بالو: خاصني نردها ليه وناخد حقي منه. تلفت عند شحا وقال ليه: دابا انت بغيتي تربح، ايوا اجي نقول لك على واحد الفكره. عوض ما تضحك على الناس عندي لك طريقه اخرى. قال ليه شحا: اما هي؟ قال ليه الشاب: شوف سيدي، غادي تشاركني في تجاره رابحه. الحديد كيكون غالي في الشتاء ورخيص في الصيف، غادي نتشاركو انا وياك نص بالنص، وحنا دابا في الصيف نشريو الحديد ونبيعوه في الشتاء. خرج شحا وعطى للشاب المبلغ اللي اتفقوا عليه. الشاب شرا الحديد وخلاه في دارو، وملي دخل البرد والشتا صباط مشى شحا عند الشاب للدار باش يتفقوا على بيع الحديد. دق شحا الباب وحليه الشاب، غير شافو بقى يتمسكن وقال: سماح لي يا جحا، الفيران كلاو الحديد وما بقى منه حتى حاجه. عرف شحال بلي الشاب ضحك عليه ومشى شكا عند القاضي، لكن القاضي خدا رشوة من عند الشاب. قال ليه: ايه الفيران تاكل الحديد، وحكم لصالح الشاب. وشحال بقى فيه الحال، خرج كيجر في رجليه ومشى عند السلطان. دخل القصر، لقى السلطان مع وزيرو وعيانو البلاد. استأذن منه باش يطلب منه طلب. السلطان أذن ليه وقال ليه: شحال الله يبارك في عمر مولاي، بغيتك تعيني قاضي على الفيران. ايوا يا سيادي. كلشي اللي في القبه ديال القصر كيطيح بالضحك. السلطان ما بقاش قادر يقبض راسو من كثرة الضحك، وقال: على هذا الضحك اللي ضحكتينا غنأمر يصدر مرسوم نعينو قاضي الفيران. شحال فرح، بدا المهام ديالو، خدا معاه المخازنية والعمال ومشاو لدار الشاب وامرهم باش يهدموا ليه الدار. خرج الشاب مخلوع من دارو: اش واقع؟ اش هاد الشي؟ اش كدير هنا اجحا؟ جاوبو: راه السلطان عيني قاضي على الفيران. ووراه المرسوم وقال: الفيران كلات الحديد وهذه جريمة، وانا قررت نشدهم ونعاقبهم بالسجن. الدار خاصها تهدم باش نشدوهم. عرف الشاب بلي جحا جا ينتقم منه، عطاه فلوسو ديال الحديد وزاد عليهم شحا. شد الفلوس وامر العمال والمخازنيه يهزوا العده وامرهم يقصدوا دار القاضي. غير وصلوا بقاو يضربوا في الدار. خرج القاضي من دارو مخلوع، ما فهم والو، شاف فيه شحا وقال: راه كاين في دارك مجرمين ديال الفيران وخاصنا نريبوا الدار ونشدوهم. وراه حتى هو المرسوم اللي عينوا به السلطان قاضي على الفيران، وقال: انت قاضي على الناس وانا قاضي على الفيران، كل يدير خدمته. عرف باللي القاضي شحا جاي ينتقم منه، اعتذر ليه وقال: اسمع جحا، انا غرني الغرار وسمعت للشيطان وظلمتك،
انا متاي بالله عمرني نعاود. وهكا يا سيادي، جحا غلبهم بالحيلة وغلب القاضي بلا فرانك ولا ريال.